السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي. وصفة النهاردة هي كيكة التمر. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. عندي هنا 11 حبة تمر او كوب تمر، عليها كوباية مية مغلية، وعايزين ننقع التمر في المية المغلية. اول حاجة عندي هنا خلاط ضفت فيه 3 بيضات، هضيف له نص كوباية سكر، وممكن نزودي كمية السكر لحد الكوباية. ظرفين فانيليا ومعلقة خل. هضيف 3/4 الكوباية زيت، ونص الكوباية لبن هو الحليب، هضربهم في الخلاط. دلوقتي هضيف الخليط في وعاء او بولة. هضيف في الخلاط خليط التمر والمية السخنة، وهضربهم في الخلاط مع بعض. دلوقتي هنضيف خليط التمر والمية على خليط اللبن والبيض والزيت، هنخلطهم مع بعض. دلوقتي هنضيف المواد الناشفة. عندي هنا اول كوباية دقيق، وهضيف ظرفين بيكنج باودر او معلقتين كبار بيكنج باودر، لأنه كل ظرف عبارة عن معلقة. هضيف الكوباية التانية من الدقيق، هضيف 2.5 كوباية ودي الربع. كده الخليط صار جاهز معانا. عندي هنا معلقة صغيرة قرفة، عايزين نحطها في مصفاة عشان تطلع معانا ناعمة، مش عايزين يكون كتل قرفة في الخليط الكيك. هنخلطها مع بعض. القرفة هيخلي طعم الكيكة حلوة جدا، وممكن نضيف فيه كمان هيل او حبهان، هو نفسه الحبهان. وهنخلط الخليط مع بعض. دلوقتي عندي هنا قالب الكيك دهنته سمنة، وممكن تبطنيه في دقيق، او ممكن بس تكتفي بدهنة سمنة. دلوقتي هندخله الفرن درجة حرارة 180 او 190 على هوا حرارة الفرن اللي عندك، لمدة 35 ل 40 دقيقة. ما ينفعش نفتح الفرن قبل 35 دقيقة. دلوقتي هنخبطه كده خبطتين كده على الرخامة قبل ما ندخله الفرن. ودي شكل الكيكة اول ما خرجتها من الفرن. بتمنى تجربوها وتعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.